كلنا بندور على الكوميديا في مسلسلات رمضان، ما احنا لازم نتفرج على حاجة واحنا بنتسحر. فانا جبت لك اهم واكتر 5 مسلسلات متوقعين انهم يكونوا الافضل جوه مسلسلات رمضان. فاحفظ الفيديو ده عندك عشان صدقني القايمة دي هي اللي هترجع لها. لايكك المتين يا صديقي ويلا بينا على القايمة. هحكي لك. انت مين؟ اول مسلسل معانا وهو اللي يمكن بالنسبه لي يكون الاقل توقعات من المسلسلات الكويسه، وهو مسلسل بابا وماما جيران، بطوله احمد داوود وميرنا جميل والفنانه الكبيره شيرين والفنانه الكبيره ميمي جمال. المسلسل من تاليف محمد سليمان عبد المالك اللي الف مسلسل شهاده معامله اطفال، وهو من اخراج المخرج محمود كريم اللي اخرج قبل كده فيلم زي جوازه توكسيك وفيلم أخي فوق الشجرة. فأتمنى يكون المسلسل ده هو العمل الأفضل من الأعمال السابقة للمؤلف وللمخرج، ولكن كأبطال المسلسل ده يتحط ضمن التوقعات الكويسة لمسلسلات رمضان ككوميدي. والله هما بيقولوا عليا ان انا فتاة ليل، مع اني بشتغل الصبح وبالليل عادي. تاني مسلسل معانا وهو مسلسل هي كيمياء، أول بطولة مطلقة لمصطفى غريب. المسلسل من بطولة مصطفى غريب، دياب، الفنانة مريم الجندي والفنان ميشيل ميلاد اللي أنا متوقع له مستقبل باهر في الكوميديا. نقاط القوة الحقيقية في المسلسل ده هو في الإخراج والتأليف، لأن المخرج هو إسلام خيري اللي أخرج أعمال كبيرة جدا للكوميديا. عندك مثلا مسلسل جمجوم وبمبم، أو مسلسل جت سليمة، أو حتى مسلسل جودر. أما لو رحنا للتأليف هنلاقي المؤلف هو مهاب طارق اللي ألف أعمال تقيلة أوي للدراما الرمضانية. عندك مثلا مسلسل إخواتي، أو مسلسل ابن النادي اللي نزل مؤخرا لما بدأ يدخل في كتابة الكوميديا، ولكنه برضه هو اللي ألف مسلسل زي مسلسل حالة خاصة اللي كان من بطولة طه دسوقي. فبالتالي المسلسل ده اعتمادا على الأبطال من مصطفى غريب، ميشيل ميلاد، وأسماء تانية كمان مشاركين، ده غير التأليف والإخراج بالتحديد، فأعتقد المسلسل ده ممكن يقلب الدنيا في رمضان. احنا بصراحة بقينا نتشائم منك يا ابني، دي كده بقى اشاره. على ما تخاش ما تفتخر. هنبدأ بقى نتقل بالمسلسلات شوية، لأن المسلسل اللي جاي معانا هو مسلسل المتر سمير من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومعاه محمد عبد الرحمن توتة. المسلسل من إخراج خالد مرعي، مخرج مسلسل البيت بيتي ومسلسل بابا جه اللي كان من بطولة أكرم حسني. ده غير كمان إن التأليف جاي من ممدوح متولي معاه أحمد عبد الوهاب اللي تقريبا مؤلف معظم الأعمال الكوميدية الناجحة آخر كام سنة. أنا سمير المحامي. يا متر، اخبار قضيتي ايه؟ أي تصرف لائق ممكن يعرضك بعد كده معانا مسلسل فخر الدلتا، أول تجربة لنجم السوشيال ميديا أحمد رمزي في التلفزيون المصري، وبيشاركوا البطولة فنانين كبار قوي زي مثلا كمال أبو ريا والفنان محمد محمود والفنانة انتصار. المسلسل ده من إخراج هادي بسيوني اللي أول مرة يخرج للتلفزيون المصري، ولكن المشرف على الإخراج هي المخرجة الكبيرة ساندرا نشأت. ده غير بقى أن مؤلف العمل هو عبد الرحمن جويش اللي ألف لك مسلسل النص وفيلم السادة الأفاضل. لو جينا فكرنا كإخراج وجينا فكرنا كتأليف، المسلسل ده ممكن يكون من أهم الأعمال الكوميدية الرمضان اللي جاي. ولكن هنشوف بقى أحمد رمزي يا ترى هينجح مع شاشات التلفزيون ولا لا، لأن السوشيال ميديا حاجة والتمثيل والتلفزيون حاجة تانية. مش اخبار عن فخر. مش عايز اعبط. مين ده؟ بعد كده معانا أهم مسلسل في القايمة وهو مسلسل النص الجزء الثاني اللي من بطولة أحمد أمين وحمزة العيلي وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن وأسامي كتيرة مشاركين في المسلسل. المسلسل من إخراج حسام علي ومن تأليف عبد الرحمن جويش، وأتمنى أن المسلسل ده تكون جرعة الكوميديا فيه أكتر من السنة اللي فاتت. وأنا أعتقد أن الجزء الثاني هيكون أهم وأفضل من الجزء الأول، لأن الكتابة توسعت وتحررت من فكر مذكرات نشال اللي كانت محبوسة فيها شوية، فدلوقتي ممكن نلاقي كوميديا أعلى وقصة أفضل كمان. هنزيف المستقبل. انا ما عدتش النص، ما عدتش فروع اللوز اللي عمال يتنطط علشان دول كانوا أفضل 5 مسلسلات كوميدي متوقعة نازلين رمضان اللي جاي. لأن أنت لو جيت دورت يا هتلاقي مسلسلات تعبانة قوي، يا إما مش هتلاقي مسلسلات كوميدي تانية أصلا. فبالتالي القايمة دي هي قايمتك المضمونة تقريبا لكوميديا رمضان 26. المهم انتوا قولوا لي توقعاتكم عن المسلسلات اللي جاية، ويا ترى مستنين انهي اكتر مسلسل في اللي انا قلتهم. مستني رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي. اسم لبناني راقي وعريق. صبان حلو، ما هو ده اللي هيغسل سمعتي.